يسعد لي أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم أصدقائي المتابعين. اليوم رح نحضر مع بعضنا كيكة السبانخ. كيكة من أشهر الكيكات وألذها بتركيا. اسمها إسبانيك باستاسي بيقولولها الأتراك. كيكة جدا صحية وأكتر من رائعة. بتحبها كل الأطفال، يعني طعمها كتير طيب وبطريقة التحضير كتير سهلة وكتير اقتصادية. مثل ما شايفين شكلها فخامة روعة، يعني بتستحق التجربة. عن جد بنصحكم فيها. بلا ما أطول عليكم الفيديو لندخل بطريقة التحضير بالتفصيل خطوة بخطوة. احضروني لآخر الفيديو. هلأ رح نبلش بالمقادير وبالطريقة. عندي هون رح استخدم الخلاط الميكسر الكهربائي. رح احط تقريبا 20 ورقة من السبانخ بدون الأغصان. رح اضيف 3 بيضات وظرف من الفانيليا. وراح اضيف نص كوب مقاس كوب المي العادي، نص كوب حليب ونص كوب زيت بنفس الكوب، وراح اضربهم كلهم مع بعض. عندي هون من بعد ما خلطتهم راح اضيفلن كوب من السكر، وراح استمر بالخلط. هلأ انا المقادير الوصفة راح اترك لكم اياها بصندوق الوصف تحت الفيديو بالمثلث، فيكن تدخلوا عليه وبتشوفوا المقادير كلها محطوطة. هلأ بعد هيك راح فضيهم بجاط صغير، وراح يكون مجهزة كوبين من دقيق الطحين منخولين طبعا، مننخلهم قبل ما نضيفهم. كوبين، كوب مقاس المي نفس الكوب. وراح اضيفلهم ظرف من البيكنج باودر. طبعا مثل ما شايفين كتير سهلة واقتصادية، يعني محتوياتها موجودة متوفرة بكل بيت وبأقل التكلفة، ومع هيك صحية ومفيدة كتير للأطفال، مغذية. بعد هيك رح اجيب كاسرول صينية مقاس 24 ب24، او صينية الفرن اللي عندكن يعني مقاسها 24 طول وعرض. راح ندهن الأرضية بالزيت أو الزبدة، وراح نضيف الخليط على قلبها. طبعا أنا هون بكون محمي الفرن على درجة حرارة 180 متوسطة. راح حطها من تحت أول شي، وآخر 5 دقايق من فوق راح ولع الفرن. آخر 5 دقايق. هلأ هون لتحضير الكريمة راح أضيف كوبين من الحليب، حليب كامل الدسم، وفنجان قهوة من السكر، ومقدار معلقتين طعام من دقيق الطحين. راح اخلطهم كلياتهم سوا على البارد. طبعا انتو فيكن تحطوا الكريم الشانتيه العادية اللي بتشتروها من السوبر ماركت، بس انا بحب دايما اعمل هيدي لانه بتعطينا طعم ألذ. هلأ راح احطهم على نار متوسطة، وراح ضلني مستمرة بالحرك لحتى يتقل الخليط عنا. ما لازم نوقف حرك مشان ما تكبتل عنا المحتويات. لازم نضلنا باستمرار عم نخلطهم. هلأ هيك من بعد ما شلتهم عن النار راح اضيفلهم مقدار معلقة طعام من الزبدة، وراح دوبها بقلبهم. هون بعدها سخنة يعني.
بعد ما دابت الزبدة هلأ بدي فضيهم بقلب جاط. بهالوقت هيدا عنا الكيكة بالفرن عم نخبزها. هلأ رح جيب كيس نايلو غذائي او اي كيس نضيف عندكن. بدنا نغطي الوجه تبع الكريمة يلي عملناها حتى ما تعمل طبقة على الوجه، لتضلها يعني قوام واحد، ونحطها بالبراد لحتى تبرد تماما. لازم تكون باردة باردة. هلأ بدنا نرجع للكيكة من بعد ما طلعناها من الفرن وخبزناها. أكلت وقت 20 دقيقة بالفرن حسب انتو فرنكم كمان وحماوته. يعني من بعد ما بتطلعوها من الفرن بتشكوها بالشوكة بتشوفوها إذا استوت أو لا. بعد هيك رح أقطع الأطراف شي بسيط، رح اخد من الطرف مثل ما شايفين، ورح سقيها بعد هيك بكوب ونص من الحليب الدافئ. من بعد يعني ما تبرد الكيكة عنا شوي رح نسقيها بكوب ونص من الحليب الدافئ. هلأ هودي الأطراف ما رح نكبهم، رح نستعملهم. خليكم معي كملوا الفيديو للآخر، رح فرجيكم شو رح أعمل فيهم. هيدي الأطراف يلي شلتهم. رح ثقبها بالشوكة للكيكة قبل ما نسقيها بالحليب. هلا رح نخليها لترتاح عنا لحتى تتشرب السوائل. هلا اخدت الاطراف من الكيكة وحطيتهم بقلب المضرب الميكسر الكهربائي، وراح اطحنهم ليصيروا عندي مثل الفستق الحلبي شكلهم، يعني مثل الملح صاروا تفرفطوا. هودي رح خليهم للوجه الكيكة للتزيين، بيعطينا شكل حلو كتير كتير وقت التزيين. هلا هيدي عندي الخليط يلي حضرناه مع بعض. طلعته من البراد من بعد ما برد عندي. راح استخدم ظرف من الكريم الشانتيه. الظرف بيحتوي على 75 جرام من الكريم الشانتيه البودر. راح فضيهم على الخليط وضفلن مقدار فنجان قهوة من الحليب، مقدار فنجان قهوة حليب، وراح اخلطهم بالخلاط تاع الكيك. راح اضربهم لمدة 3 دقايق ليصيروا يتجانسوا مع بعض، يصيروا قوام واحد. بالإضافة لمعلقتين من جوز الهند تعطينا طعمة طيبة، اختياري إذا حبيته. طبعا مثل ما سبق وقلت بإمكانكم تستغنوا عن هيدي الخلطة يلي أنا عملتها، الكريمة اللي عملتها هلأ معكم. فيكن تحطوا بس الكريمة الشانتيه العادي البودر وتضيفوا لها حليب وتخلطوها. بس أنا بحب أعمل هيدي دايما لأنه بتعطينا طعم أطيب للكيكة هيدي. هلأ بعد هيك هلا عندي هون خلاص جهزوا بكفي. شوفوا عندي كيف صاروا.
هلا رح نجيب الكيكة ونبلش نمد الكريمة على السطح. من بعد ما بردت الكيكة عنا رح نمد الكريمة ونحاول قد ما فينا نجلسهم، نعملهم بشكل متساوي قد ما فينا يعني. من بعد ما خلصنا مد الكريمة راح نرش الخليط الكيك يلي عملناه حضرناه قبل على الوجه. بس هيك بكل بساطة. يعني مثل ما شفتوا كتير سهلة وكتير سريعة، ما بتاخد من وقتنا. وهيدي هي كيكة السبانغ التركية، بتمنى تكون نالت اعجابكم. بإمكانكم تزينوها بالفواكه اللي انتو بتحبوها، فيكن تحطوا تزينوها بصوص الشوكولاتة، هيدا شي اختياري. فيكن تخلوها سادة كمان ما مشكلة، هيدا اختياري. وهيدي هي من بعد ما خلصتها شكلها النهائي. وألف صحة وهنا يا رب.